السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أكمل بس على الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن عن إن الجمهور مهم جدا جدا، وإن أنا كواحد أهلاوي والمفروض برضو الزملكاوي يتمنى إن هو يشوف كتير مني أهلاوية، وأنا أتمنى أشوف منه كتير زملكاوية. عادي خالص، ده شيء كويس جدا بالنسبة لي. فأنا في رأيي إن أزمة الكورة المصرية الحقيقية هي مشكلة غياب الجمهور. طول ما الجمهور مش موجود، الكورة في مصر عمرها ما هتتقدم خطوة لقدام خالص. طب يعني ايه في جمهور؟ هل مشكلة الجمهور يعني ان في الاستاد مفيش جمهور؟ لا، المشكلة ابعد من كده. يعني ايه ابعد من كده؟ انا عايزك تروح تتفرج دلوقتي على اي ماتش في الدوري الانجليزي، في الدوري الالماني، في الدوري الاسباني، دوري الدرجة التانية الانجليزي، اي دوري يعني مهما كان كبير او صغير. الدوري الاسكتلندي يا سيدي، الدوري الروسي، الدوري الاوكراني، اي دوري. هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي في اي ملعب الملعب مليان. جايز من ملعب لملعب، ملعب اصغر ملعب اكبر، بس ان شاء الله يا اخي في 2000 بيشجعوك في ملعب، 3000 بيشجعوك في ملعب. ابناء محافظتك اللي انت منها بيشجعوك، في حد بيحبك، في حد بيأيدك، في حد بيشجعك. انا مش فاهم ايه الاستثمار اللي عمله مثلا فرقه زي بيراميدز او فيتشر، معلش يعني، ان انا استثمر في نادي ملوش جمهور. يعني ايه الميزه في كده؟ ايه المتعه في كده؟ ايه الفلوس في كده؟ بلاش متعه يا سيدي، فين الفلوس؟ يعني انا عايز فلوس، هجيب فلوس منين؟ انت لو خدت دوري ابطال افريقيا 10 سنين ورا بعض ما استفدتش حاجه. ايه اللي استفدت؟ ولا حاجه. هو في حد فاكر ان الاهلي والزمالك مكاسبهم الحقيقيه جايه من الفوز بالبطولات؟ لا، مش حقيقي طبعا، كان مش حقيقي خالص. يعني مثلا انت لو بص مثلا يقول لك ايه مكسب دوري ابطال افريقيا كام؟ 2 مليون دولار. 2 مليون دولار دول غرامه الكهرباء. فاهم حاجه؟ 2 مليون دولار دول مرتب برونو سافيو اللي ما بيلعبش يعني. حاجه تافهه جدا يعني بالنسبه للاهلي ال 2 مليون دولار دول ولا حاجه، عادي جدا يعني. بياخدهم ويرميهم يعني والزمالك نفس الكلام يعني. فدي مش فلوس. امال ايه المكسب بقى؟ المكسب جاي من الشعبيه ومن الجمهور. هو ده ضمان الرعاة وضمان المشاهدة وضمان الإعلانات، ضمان كل حاجة. هو من غير جمهور يفلس. مش البطولة اللي هتعمله، لا، هو الجمهور عمل النادي، فبالتالي النادي بقى معاه فلوس. لكن مش انا نادي معايا فلوس فهعمل جمهور. المسألة مش نظرية بيضة وفرخة وفرخة وبيضة، لا، دي واضحة. البيضة قبل الفرخة، مفيش فرخة بتيجي قبل البيضة، ما فيش الكلام ده خلاص. تخيل معايا كده الدوري السعودي. الدوري السعودي كل الفرق فيها جمهور، كل الفرق ليها استادات، كل الفرق ليها انصار. فده بيؤدي ان الدوري قوي جدا. وتلاقي مثلا في موسم الاتحاد جده ياخد دوري، اهلي جده ينزل درجه تانية عادي جدا ما فيهاش حاجه. النصر يجيب كريستيانو رونالدو، يقوم مثلا الهلال يرد عليه عايز يجيب ميسي، مش عارف ده عايز يجيب بوسكيتس. في شغل، في حركه، والجمهور ده يحفل على ده وده يحفل على ده، واكشنها يا دوري. الكلام ده هو اللي بيعمل اهميه وشعبيه للدوري. مهما يعني الاهلي دلوقتي كل سنه يوصل نهائي افريقيا والدوري ضعيف. انت متخيل ان الاهلي اول الدوري حتى الان، رغم انه متاجل له 7 مطوشه؟ 7 مطوشه. انت عارف ايه 7 مطوشه؟ بيتاجلوا 7 مطوشه. يعني ده المفروض يبقى اخير الدوري. لو في دوري محترم يعني المفروض يبقى اخير الدوري. لكن هو اول الدوري لحد دلوقتي لحد النهارده. ازاي يعني؟ ازاي اول الدوري؟ امال هيعمل ايه؟ يعني يغيب يعني يغيب الدور التاني كله عشان ينزل تاني او تالت؟ مش فاهم يعني. مفيش قوه. ايه المتعه في كده؟ مفيش متعه. ونفس الكلام الزمالك لما خد الدوري السنه اللي فاتت، خدوا ليه؟ خدوا الاهلي كان واقع، الاهلي كان في افريقيا وبتاع مش فاضي، وكاس عالم انديه، وموسيماني مشي، وجه سواريش وحوارات كده، وسامي قمصان. فادى ان الزمالك خد الدوري. قبل الكلام ده كله كان الاهلي هو الاول خلاص. فالجمهور هو اساس كل حاجه. لو تخيل معايا كده ان اهل اسكندريه كلهم بيشجعوا الاتحاد، واهل بورسعيد كلهم بيشجعوا المصري، وهكذا بقى في كل محافظه. يعني تخيل مثلا معايا لغينا كل اسامي الانديه الشركات دي خلاص، وماشي في اهلي وزمالك. حط بقى الاسماعيلي في اسماعيليه، المصري في البورسعيد، الاتحاد في في اسكندريه، المنصوره في الدقهليه، وطنطا في الغربيه. نقعد بقى ومحافظه اسوان لها نادي اسمه اسوان،
والسويس لبلديه السويس، والمحله لبلديه المحله، كل فرقه شعبيه موجوده في الدوري. الدوري هيبقى عامل ازاي؟ الاهلي هيكسب والزمالك هيلعبوا في كل الاستادات دي قدام كل الجماهير دي، هيخسروا نقط غصب عنهم، هيخسروا نقط وهيحصل لهم ضغط. ومحافظه مثلا عدد سكانها كبير زي اسكندريه، ممكن الانديه بتاعتها تتفوق على الاهلي والزمالك عادي جدا. اسكندريه فيها عدد كبير، وفي كذا محافظه فيها عدد كبير. فالانديه دي لو خدت الدعم الجماهيري ده خلاص هتبقى انديه قويه زيها زي الاهلي والزمالك. وبالتالي ده هيؤدي لان الدوري هياخده اكتر من فريق، مش فريق واحد او فريقين زي ما هو بيحصل دلوقتي. المنافسه هتوسع، كله هيبقى معاه فلوس، الاستاد هيبقى شكله حلو، بالتالي الدوري هيجيب مصاريفه، فبالتالي هيتصرف على الاخراج وعلى الكاميرات وعلى الملاعب، فكل شيء هيتطور، الصناعه كلها تطلع قدام. لكن طول ما احنا قاعدين في فكره الاهلي الاغلبيه ومن بعده الزمالك والباقي مظاليم، المفروض يسموا الدوري الدرجه الاولى كله مظاليم ما عدا الاهلي والزمالك، كلهم مظاليم، كلهم مظاليم ما عدا الاهلي والزمالك بس. فهي الحل ان لازم انديه الشركات يبقى لها دوري لوحدها بره الدوري المصري، والدوري المصري لازم يكون ليه ممثل لكل محافظه، واهل المحافظه لازم على الاقل اغلبهم يعني يشجعوا الفرقه بتاعتهم خلاص. وخلاص وكده كده الدوري هيبقى اقوى بكتير جدا. زي ما قلنا احنا بنتكلم في الكوره دلوقتي في قضايا عامه، مش بخصص في قضيه ماتش لوحده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.